السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبدأ كلامنا النهاردة بالسؤالين اللي جايين. دلوقتي جايه متابعة مع عندي بتقولي انا عندي الفراخ وشها وارم كلها وطلع فيه حبوب. هقولك اول خطوة دي عدم نظافة، قلة نظافة، ما بتنضفيش. والمكان مكتوب يا جماعة، هووا المكان، هووا المكان. رجاء النظافة، نظافة المكان ورشي جير. بالنسبة اللي في وشهم هتجيبي نص قلح بتاع الذرة ناشفة، هتنضفي المكان اللي فيه القشر ده، طهارة بتادين، نص ليمونة مرش على ملح، وهتدعكي المكان كده خلاص اللي فيه القشر. طب بالنسبة لعينيهم هنجيب اي قطر عندنا، هنفتح عينيها هنحط لها ايه في كل عين نقطة. ده حاجة، أهم حاجة النظافة والتهوية، النظافة والتهوية في الحر. طيب السؤال التاني، واحدة بتقولي أنا دلوقتي عايزة أجيب طيور عشان تلحق رمضان. قلت لها بتربي إيه؟ قالت لي بربي رباط المسكوفي وبربي ساسو. قلت لها استني على آخر 11 أو آخر أول 11 أو آخر 10 ويكون المدارس دخلت ويكون السعر هدي، لأن دلوقتي في سحب والتجار شغلتهم دي انهم بيرفعوا الاسعار. ان شاء الله هيلحقوا رمضان على اخر 10 او اول 11. هيبقى هتيجي عليك رمضان تذبحي حاجتك وتعينيها وتكيسيها وتقعدي انت مرتاحه قبل رمضان بحوالي 20 يوم او شهر. خلاص، يبقى انا كده قلت على السؤالين بتوعي. انا بقى حابه ابعت بقى للمتابعين بتوعي الف شكر على تفاعلكم معايا وعلى القناه، اللي ان شاء الله تعالى فضلها هو مشترك واحد بس، وتتفعل القناه. بدأنا بخطوات تفعيل القناه، وانا وانتوا على الله، وباذن الله تعالى انا وانتوا على الله في الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ما تنسونيش بقى بالتعليق والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناة ام عبده للطيور المنزلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.